الدواليب اللي بيتعمل الكلام ده كله. ايه رايك بقى في المطابخ الامريكان؟ المطابخ الامريكان عمليه؟ هي عمليه وكل حاجه، بس برضه بتعتمد على المساحه. يعني في الاول وفي الاخر المساحه اللي موجوده هل هي تنفع بحسها تعمل امريكان ولا بتوسع. يعني انا لما عملتها في البيت عندي وسعت شويه. ما هو انا بتكلم في كده، بس هل بقى لما انا اعمل امريكان المساحه اللي هتبقى يعني فاضيه او فاضلالي في المطبخ ذات نفسه هتستوعب بقى كم الحاجه اللي هتتحط، بقيه الاجهزه والدواليب وكده هي بتبقى في مشكله ان هي بتبقى الرخام بيبقى بتاكل من المساحه شويه بتاعه الاستخدام. وانا بالنسبه لي المطبخ نقطه استخدام عاليه جدا، بيبقى فيها اجهزه، فيها خزين البيت، فيها ثلاجه، فيها ديب فريزر، فيها اللي هي الحاجات الاطباق والحلل والحاجات دي كلها محتاج دواليب عشان اخزن فيها الكلام ده كله، عشان ما انقلش الحاجه دي بره البيت او طيب بره المطبخ. سؤال بقى، انا لو دلوقتي مع ان انا حابه المطبخ الامريكان بس بيضايقني فكره ان الريحه بتبقى باينه في الريسبشن اكتر ما بيكون المطبخ مقفول. تمام. دلوقتي بقى في امكانيه ان انا اقدر اتحكم في الاجهزه، يكون فعلا في تكنولوجيا تخلي الريحه ما تبقاش اوفر شويه. هو بالفعل الموضوع ده موجود، ومش دلوقتي، هو موجود من فتره كبيره. يعني بيتعمل حاجه اسمها فريش اير في قلب المطبخ كده، حاجه بتجدد نظام دوره الهواء مع الشفط اللي بيبقى فوق دي بتبقى في الشفاط البوتاجاز ولا لوحدها؟ لا، دي حاجه بتبقى معموله في السقف كده. حلو. حاجه اسمها فريش اير، دي بتعمل زي دوره هواء، مراوح بتضخ هواء ومراوح بتسحب هواء، مش شفط بس. ان انا الشفط بس بيغير الموضوع حلو. يعني لو النهارده حد بيتفرج علينا وحابب يعمل مطبخ امريكان ولسه عنده فكره ان الريحه بتاعه الاكل هتضايقني في الشقه، يعني خلاص يبقى لا هي بتعمل دوره الفريش اير دي ومش مكلفه، يعني حاجه بسيطه وبتغير المنظومه دي خالص. بتعمل دوره هواء في المكان مع وجود الشفط الاساسي اللي هو فوق البوتاجاز ونقطه التهويه المركزيه اللي هي بتبقى الشباك اللي بيبقى مثلا في المطبخ، فالموضوع بيبقى بسيط جدا يعني. وهنا لو في اي حد حابب يتعاقد معاك حتى لو من بره اسكندريه من القاهره، ده متاح؟ لا مفيش مشكله. جزئيه التعاقد مجرد ما بيتصل بخدمه العملاء. ممكن معاك قد ايه وقت؟ يعني متوسط من 3 ل 4 شهور، وفي الاول وفي الاخر بيختلف على حسب المساحه والاعمال اللي بتتم فيها. يعني مش بيبقى كل واحد، يعني المساحه لما بتزيد والاعمال اللي مطلوبه بتزيد اكيد طبعا الوقت بيزيد، بس متوسط الموقع بيبقى من 3 ل 4 شهور. يعني حلوه والله، مده مش كبيره، 3 شهور بس. من 3 ل 4 شهور المده بتبقى كده، وبتبقى مناسبه جدا معانا. يعني الموضوع بالنسبه لنا بقالنا فتره. وطبعا لما يبقى بيتعاملوا مع شركه محترمه كويسه ما يحصلش المشكله اللي دايما بتواجهنا دايما مع العمال، اللي هم يجوا يعملوا حاجه يجي لهم شغل تاني. طبعا انت عارف المشكله اللي بتواجه كل ستات البيوت. ودايما الحركه دي لازم تبقى معروفه بيعملوها. يجي لهم شغل تاني يسيبوا الشقه ويختفوا تماما ويقفلوا الموبايل ويكون بيخلص شغلانه تانيه. الحركه دي بتضايقني بشكل مش طبيعي. هو طبعا ده يعني بيبقى موجود فعلا، بس هو يعني مش هقول في فئه كبيره، الصناعيه كلها طبعا والناس دي على دماغنا من فوق يعني، بس في منهم فئه كويسه في كل مجال، في فئه كويسه وفي فئه مش كبيره كويسه بتعمل كده. في فئه كويسه، بس هو الصناعي بيعتمد ان انا مثلا بعض الناس ان انا ربطت الشغلانه يعني وكده، وبعد كده بروح اعمل شغلانه ثانيه وارجع لك عشان مش صح. لان انا عايزه اقول لك ان طبعا لو لسه الاسره دي قاعده في البيت بتتبهدل، ان انت بدل ما تخلصني في اسبوع انت خليتني اسبوع، لا وبيقفل الموبايل وما بتعرفش تجيبه يعني.